السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس؟ نتمنى هذا الفيديو لقاكم كاملين بالصحة والعافية. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم سما سيمون جيرماني اينس. اليوم غنوجد معكم واحد كاشير او مرتدلة ديال الدجاج. كيجي لذيذ بزاف بمكونات بسيطة وكيجي ناجح. ما كاينش محسن من حاجة نديروها في الدار على يدينا ونعرفوا شنو فيها وشنو كناكلو. خليكم معايا ندوزو الطريقة والمقادير على بركة الله. هنا عندي صدر ديال الدجاج اللي غسلته مزيان وقطعته قطع بحال هكا. غادي نديرو في هاد الطحانه الكهربائيه باش نطحنو. ناخذ الكميه اللي غتجيني، نديرو كامل مره واحده. هنا ملي كيطحن مزيان كيولي على هذا الشكل هذا. ها هو الطحن صافي. غادي نضيفوا عليه المكونات الثانيه. هو هنايا ما غاديش نجبدوه، في نفس الوقت غنضيفوا عليه هاد المكونات. عندي هنايا بيضه وحده، عندي هنايا الملح، معلقه تقريبا صغيره ديال الملح، كل واحد على حسب الملح اللي كيبغي. هنا عندي الحار حتى هو كذلك على حسب كل واحد شنو كيبغي. عندي الفلفل الاسود معلقه صغيره، وعندي معلقه ديال الفلفل الاحمر تحميره، وهنا عندي زعتره. هادو كيعطيو واحد التنسيمه زوينه لهاد الكاشير. وهنا عندي الزعتر كذلك. عندي هنايا شويه ديال القزبر والمعدنوس، وعندي هنا جوج فصوص تاع الثوم، ومعلقه ديال لا موطارد صغيره. كنضيف كذلك 4 كاس ديال زيت الزيتون، و3 المعالق ديال السميده، وكندير كل شيء يطحن حتى تنسجم العناصر كلها مزيان. هنا من بعد ما كنطحنو كيولي على هذا الشكل هذا، كيطحن مزيان وكتنسجم ديك العناصر كلها اللي ضفنا معاه. غادي نضيفوا عليه العناصر الثانيه. هنا عندي فلفله مشويه شويتها وقطعتها قطع صغيره بحال هكا، وعندي الزيتون. غادي نضيفهم على هذا الخليط. صافي. ونجيبوا السلوفان باش نروليو فيه. هنا غنجيبوا هاد الكميه غادي نقسموها على زوج باش نديروا كل كميه بوحديتها. هنا فرشت الورق تاع هذا السلوفان، غنديرو هكا صافي. ندخلو هاد الزيتون وهاد الفلفله ندخلوهم من داخل على هذا الشكل صافي. وكنروليو هذا بحال هكا.
كنديرهم على شكل هاد البودان هكا. صافي كنقطعو هذا بحال هكا. كنحزموه من هاد الجهه ومن هاد الجهه. صافي نحزموه بحال هكا باش ما يخرجش لينا. الجهه الثانيه كذلك. صافي ها هما درناهم على شكل هاد البودان. صافي نخليو على جنب ونديرو الكميه الثانيه. هنا من بعد ما روليتهم وحزمتهم من هاد الجوانب هادول بحال هكا خصهم يتحزموا، غادي نديرهم في هذا الكسكاس. غادي ونشعل عليهم النار، وهو الماء بارد ماشي الماء غليان ونحطهم فيه. نخليهم هما كيسخنوا، الماء كيسخن وهما في نفس الوقت كتجيهم ديك السخونيه بشويه بشويه كيطيبوا، ماشي يكون الماء غليان. هاد الطريقه احسن. وكنغطي عليهم تقريبا نصف ساعه كيكونوا واجدين. هنا من بعد ما كدوز نص ساعه كيكون هاد الكاشير ديالنا وجد. كنقلبوه بحال هكا. صافي كيولي قاصح. صافي كنحيدوه. كنحيدوا له هاد السلوفان وكنحطوه في صحن التقديم. هنا من بعد ما كيبرد الكاشير ديالنا كنخرجوه من الثلاجه، عاد كنقطعوه. كيجي بحال هكا غزال، الريحه ديالو زوينه والطعم ديالو ما نقولش لكم. الطعم ديالو ديال هذا الزعتر والفلفله مشويه كذلك كتعطي فيه داك الطعم. كيجي هائل. وبحال هاد المسائل هذه كتكون سهله في التحضير ديالها. علاش الانسان ما يوجدهاش في دارو ويعرف واش كياكل، خصوصا الوليدات اللي كيحماقوا على هاد الكاشير وعلى هاد المعتدله. بالعكس تصايبيها لهم في الدار تكوني مرتاحه وتعرفي ولادك اشنو كياكلوا. نتمنى هاد الوصفه ديال كاشير او مرتدله ديال الدجاج تعجبكم. ولا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم، واللي ما مشتركش في القناه يشترك. الى هنا الفيديو ديالي كيكون وصل النهايه ديالو. الى فيديو قادم بحول الله، مع السلامه.